حاجه جدا ان الميه توصل من البحر للبر، تحط يعني تفتح لها مجرى. مش مجرى انابيب، لان المجرى هيسبب الى ملوحه التربه بعد كده اللي انا محتاجها. تحت محطوطه في انابيب. لا، هي الميه مثلا دي زي الانبوبه كده. هي في الصوره اللي بعد دي على طول. الميه هتبتدي، ايوه بعد دي. ده الشكل كله، ده هنرجع ليه تاني. ده بالظبط كده. دي الانبوبه زي حضرتك مايله، بتوصل من البحر يعني ما نخشش في موضوعات فيزيائيه جامده جدا اللي هي الكثافه واللزوجه والحاجات دي، يعني نبعد عن الموضوع ده دلوقتي. لكن اللي انا عايز اقوله ان حتى تفسير بسيط كده، يعني الناس اللي بيشوفنا، انت لو حضرتك معاك كوبايه ميه مليانه على اخرها، وانا جبت الازازه بتاعتي فضيت، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتفيض وانا طب هل الميه هتفيض؟ بالظبط اللي في المشروع يعني بتاعي. هنا التصريف هيبقى في عمق انت هتحوشه. لا، هيخش جنبه لو وجود المنحدر هيقعد بره، واقول لحضرتك هعمل ايه لما اطلعه بره. برافو. السرعه دي ده يعني يعتبر ده اول حته في نازله بسرعه كبيره جدا، عايز استفيد منها. دي لسه المحلي، يا ريت نرجع تاني للصوره اللي قبلها. سرعه كبيره جدا، انا عايز جنريتور، كذا جنريتور. الميه اللي هتمشي دي هتحرك الجنريتور اللي على شكل الساقيه بالظبط، فاداني طاقه. تاني طاقه. بس الطاقه دي الجديد بقى في اول اختراع موجود في المنظومه، ان الجنريتور يعني بيكثف لي الطاقه، يكثف لك ملفين، فالطاقه ايه؟ مرتين ضعف. برافو. يعني لو هاخد 400 كيلو وات من اول حاجه. دي اول نقطه. تاني نقطه، ان الميه اللي داخله دي هتخش في المحلي زي اللي قدامنا ده زي كده، اللي هي المنظومه كلها عموما، اللي فيها اللي هي كانت متهشره بالازرق. يعني حضرتك ثبتها، انا ممكن اشرح عليها كلها من غير ما طب يا ريت استاذ نادر يرجعها لنا تاني، اتفضل. المحليات اللي موجوده طبعا موجوده، ما نقدرش عليها انه احسن من كده. المحليات اللي مستخدمينها، يعني زي شفتها في الكويت، بيستخدموا طبعا الشمس 70 درجه تحت اشعه الشمس عشان التبخير. بيستخدموها في التبخير. لا، بيستخدم المنظومه كلها. المنظومه. ايوه ده بالظبط. بس هي دي البيت زي حضرتك شايف، البيت الزجاجي ده اللي محبوس ميه، حاجه لا تدخل طريق اشعه الشمس. عدسه مكبره جمعوا بيها الضوء، لقوا ان الضوء بتاع الشمس، لقوا ان الضوء وصل الى 600 درجه سيليزيه. حطوا المسمار تحتيها، الصلب المسمار ساح. طبعا. انا هستخدم يعني قريبه منها شويه، ان انا في لاين واحد حرارتها تبقى عاليه جدا، ففي زي ما حضرتك شايف الخلايا الشمسيه دي بتطلع لمحل، على المحل درجه حرارته اللي هي 100 او 120 اللي بيغلي عندها الميه عشان احافظ على الازاز. والطاقه الباقيه الطاقه الشمسيه الباقيه ببتدي اغطي المحلي بالخلايا دي، ان انا وكلوريد الصوديوم، فبالتالي انا هستخلص هذه. لكن المشكله عندي في حاجه واحده، ان الشمس بتظهر على حوالي 7 ل 9 ساعات. طب ازاي المفاعل ده بالليل؟ المنظومه ده بنبتدي نستخدم بتاعتنا. المخلفات بتاعتنا بتنقسم الى حاجتين، مخلفات معدنيه ومخلفات عضويه. المخلفات المعدنيه هنستخدمها بان احنا ننهى ونفرز ونجي دي معلومه عن المخلفات. انا عايز اقول ان 2 كيلو من روث البهائم بيعمل متر مكعب من الغاز. 5 كيلو رك 1000 طن اليوم قريب. اول حاجه. ثاني حاجه، المفاعل ده بيشتغل. المفاعل ده مشكلته هو حاجه نسبه الغاز بتبقى ضئيله. المشكلتين دول، اول حاجه في معهد بكتيريا اسمها بكتيريا ميسا. بكتيريا ميسا دي قادره ان هي تحلل لي المخلفات العضويه دي بعد 7 ايام فقط، مش بعد 40 يوم. تاني حاجه، نسبه الغاز هتزداد لان نشاط البكتيريا القائمه على استخراج الغاز زاد. دي اول حاجه. تاني حاجه، البايوجاز ده مكون من 3 غازات. الغاز اللي فيه بتصل الى من 90 ل 95%. نسبه البايوجاز، نسبه الميثان في البايوجاز بحوالي 70%. طب ازاي نوصل ال 70% دي الى 90 95%؟ هي دي الفعل بتاعي. بيخش له ميه، بنحط المخلفات، بعد كده بنضيف ميه او يوريا، نوع من البكتيريا المنشطه اللي هي ميسا دي، بتبتدي تخرج لي الغاز البايوجاز. بتضيف نسب معينه. كله بالنسب معينه. بنبتدي نستخرج اول كميه من البايوجاز بعد 7 ايام، وبعد كده المفاعل بيبتدي يستخرج الغاز على مدار 3 شهور او مثلا شهرين على حسب الكميه الموجوده. افلتره. حضرتك فاكر الاملاح اللي احنا ايوه الاملاح اللي احنا استخرجناها من البحر، اما نيجي نحللها كهرباء هنحصل على احماض. ده طبيعي، الناس كلها تشتري لان في مصانع كتيره قائمه عليه تحتاجه. تاني حاجه هنحصل على الصودا الكاويه اللي هي صوديوم هيدروكسيد. ده اللي بتحتاجه شركات الغسيل وغيره، بيدخل في صناعات كتير جدا. ممكن نستخدم بعض من المواد دي ان احنا نحطها في الفلتر، هيتفاعل معها تلقائيا ونحصل كده على نسبه غاز ميثان. طبعا انا مش عايز اشرح الموضوع كيميائيا لانه معقد شويه. نحصل بعد كده، لكن مجمله مفهوم. نحصل بعد كده على غاز ميثان نسبته 95%. غاز الميثان ده غاز طبيعي بالظبط، نعوض الطاقه كل ما عاش الانسان عاشت الو، اتفضل استاذ احمد. الو، ايوه سامعينك، اتفضل. مش عايز هو
من التليفون. معاك يا استاذ حمدي. طب حاول تاني. اتفضل حضرتك. بس بعد كده يبقى المنظومه اشتغلت. انا استفدت ايه بقى من التوربينات دي شغاله حضرتك بالتدريب خالص. تاني حاجه كهربائيه المولدات ومن الحمض الكلوريك. حصلت على المدى البعيد نسب مرض السكر والضغط المرتفع والقلب، ده بيرجع لانواع السماد اللي بتحط في الاكل بتاعنا. نعم. ده سمات طبيعي في نسبه كبيره من غاز النيتروجين المفيده للتربه. يبقى انا كده استفدت كهرباء وميه ملح واحماض وماد. اخر حاجه اللي هي ايه الست حاجات ممكن بيتهيألي دي مقاومات ممكن تعيش انسان لو المقاومات دول ممكن نزرع بيها الارض الصحراويه دي كلها، تنتج لنا نبات. النبات يعمل على سحب اكبر مره ثانيه اكسجين. دي على ان في مجاعات كتير في العالم زي الموجوده في الصومال، غير ان في كتير في مصر. ده ممكن يوفر لنا طبعا هو ده مشروع اعمار، مشروع ضخم. مشروع هو يعني بيتنفذ متر ونص يعني ايه على قد امكانيات. بس دي وجوده لازم يكون جنب. حسب ده بيرجع لايه؟ اولا ممكن اسرع وده اسرع. تاني يعني ممكن بعد 200 متر 100 متر يكفينا. 100 كيلو يكفينا بالكتير قوي. تاني حاجه انا مش عايز حاجه، انا باخد من المشروع. لا يعني صح. انا ممكن استخدم مشروع من قريب من البحر بعيد من الست حاجات، هناخد الست حاجات اللي بقى منه وانقاذ البيئه من المخلفات اللي احنا مش حاسين بيها. ده كده بقى يبقى ايه؟ يبقى وصلنا لنتيجه كويسه ان احنا حاولنا زياده الاحتباس الحراري زي ما انا قلت هتموت 22 مليون انسان وتعمل انقراض اكتر من نوع نباتات وحيوانات. ده غير ان الغلاف الجوي نسب الغازات فيها تتاثر بتاثر كبير جدا، وده ممكن يسبب الى دخول اشعه فوق بنفسجيه ثانيه كتيره. الحاجه الثانيه ان قاره موجود فيها. خصوصا ان انا سمعت ان هم هيكلفوا تكاليف جامده جدا حوالي 21 مليار دولار علشان 21 مليون دولار عشان يحموا، علشان بيجيبوا اكبر كميه. طب احنا ليه هنصرف مصاريف مع ان كل الموضوع ممكن. هو برافو عليك في الحقيقه. الاستجابه للمشروع دوت كان اللجنه. انا ما قابلتش استجابه هنا. لا اللجنه اللي عملت اللي هي اشرفت على على البحث ده في الكويت. اولا كانوا اجانب وعرب اساسا. قبل اي لجنه او قبل اي حاجه انا قابلت يعني استقبال جامد جدا من الناس هناك. ده يعني الشيء المعنوي الرائع اللي بيقدروه العلماء. ده يعني تاني حاجه ان وزير الاعلام السيد الصباح كان مبهور بالاختراع جدا وقال لي انت سنك صغير قوي ان انت اساسا تتواجد في المؤتمر. حاجه ان هم والتصفيات دي كانت هناك. دي كانت على خلال الانترنت. انت بتبعت لهم على الانترنت وبتدخل خصوصا مشروعك. خصوصا ان 1200 واحد متقدم اتقبل منهم 200. ان انا اكون من ال 200 دي بدايه كويسه. في ناس كتير يعني اللي فاز بالميداليه الذهبيه الروسي عنده 77 سنه ما بينك وما بينه 60 سنه. اختراع ناتجه من المفاعلات كبير. طبعا انا امامي الفكره كله راح عليه. يعني مثلا كان بيجي 3 وفي ناس بيجي لها 4 من لجنه التحكيم. انا جالي واحد بس قال لي انا عايز ما بتاخرش عليكم يعني. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا طارق. تقريبا هو قال لي انت قدامك حوالي بالظبط ربع ساعه تشرح كل الجديد اللي فيه. انا قلت له ان شاء الله اقل من ربع ساعه، تقريبا 5 أو 4 دقائق بالموضوع. توفيق ومشي. اختبار سهل، اختبار بسيط. هو عشان كان في الحاجات دي فاصبح الموضوع استوعبه كويس جدا، فما اجهدكش في الاختبار. ان في ناس حتى الناس في ناس فازت في حاجات كتير جدا، لان مسابقه الاختراعات بتختلف شويه عن المسابقات العاديه. يعني مثلا زي مثلا بطوله كاس او حاجه احنا بنتنافس على حاجه واحده، لكن الاختراعات مجالها كبير جدا. فانت كمان محتاج مجموعه علماء. يعني انا يعني في القسم 30 مخترع غيري والسلاحهم كبير. في ال 35 دول لازم يفوز واحد بالذهبيه، وفي طبعا في الاول طبعا يعني سنك. هو المرض في الدكتوره فاز دكتوره وفاء بحث علمي جزء مش في تاني حاجة ان قالوا لي ان مجال علوم البيئة ده مجال واسع جدا، ان انت بتشتغل في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البيولوجي. كذا حاجات دول. لكن برافو. احنا بنشتغل في حاجة واحدة. يعني بنشتغل اما في الفيزياء بنشتغل في الميكانيكا على جهاز او ديناميكا او غيره يعني او كهرباء، او بنشتغل في الكيمياء بنشتغل على مادة كيميائية واحدة. لكن وبنشتغل في الاحياء ان احنا نطور نوع بكتيريا او مثلا نستخدم مواد مفيدة للتربة. لكن انت اشتغلت في الثلاثة، اشتغلت في الكيمياء طورت من المواد واستخدمت مواد كيميائية ان انت تستخرج منها املاح مهمه. اشتغلت في الفيزياء ان انت ازاي تتحكم في سرعه الميه وتستخدم منها كهرباء. الفكره بدات معاك ازاي؟ الفكره بدات معايا زي ما قلت لحضرتك كده، ان انا شفت كوبايه ميه بتتملي
على اخرها وحصلت فيها فيضان. فبصيت كده قلت ان الجدار بتاع كده هو الكره الارضيه، والميه اللي بتزيد دي هي الميه اللي بتزيد من المحيط من الاقطاب الشماليه والجنوبيه. فعمل لها دي يعني عشان هو موجوده، وغيره نسبه الغاز الثانوي موجوده في العالم، موجوده من الطاقات المتجدده كلها. يعني انا الموضوع يعني خدم المشاهد والشاب يعرف ان ده المشروع يمكن 1100 أذان. عملت له تكلفه، عملت له دراسه جدوى عشان انت هتبقى احد المشرفين، انت الخبير المسؤول عنه. على فكره هو كان في ناس بتقولي ان ده ممكن، بس المشكله بتاعتك ان انت هتستخدم ناس كتير، يعني ممكن تستخدم 150 واحد تحتيك. كويس، ده 150 واحد ده في الاداره، في الاداره بس. فبيقولوا لي ان هل انت تستطيع قياده 150 واحد؟ طبعا. فيعني كان في دكتوره قعدت اللي يستطيع ان يقيد مشروع زي ده كله يستطيع يقيد شعب كامل. طبعا لا سهله ان شاء الله. دي حاجه. تاني حاجه بالتوجيه وبتوزيع الاعباء، الشباب ما هو برضه مصري ومثقف تاني حاجه ان في جزء من المشروع ده احنا ممكن نستخدمه، يعني دي منظومه فيها 4 اختراعات، ممكن نستخدم اختراع واحد على حده. نبدا مشكله مثلا الزباله الموجوده في الشارع دي بكميات كبيره جدا. احنا ممكن نعلم المصري ازاي يبقى منظم. ازاي ان احنا نعمل له صناديق الزباله دي عن طريق المخلفات. يعمل ايه المصري بقى؟ العضويه يعمل ايه المصري؟ يجمع الازايز او الحاجات المعدنيه في مكان واحد. دي سهله، دي ان شاء الله احنا عاملين حاجه زي كده قريب هتبقى ظاهره للساده المشاهدين وهتتنفذ عشان تطبق بسهوله للاخرين ان شاء الله. وبعد كده نبقى حصلنا على غاز طبيعي، يبقى المواطن عارف ان الزباله دي ثروه يقدر يستفيد منها. طبعا انا كنت في الحقيقه سعيد جدا بيك يا طارق، وانا اكتر. انت في سن ابني بالظبط، فانا كانك ابني، وربنا يبارك فيك وفي والديك ابوك التربيه، واستوعبت المناخ اللي حوالين منك. وان شاء الله طارق هيشجعنا جدا ان احنا باذن الله تعالى قريبا جدا هنعمل مسابقه للمخترعين، وهيكون لهم جايزه ثمينه جدا عشان خاطر تحفيز لهم، لان ان شاء الله اللي جاي هيكون افضل من اللي فات للشباب، وخصوصا المخترعين العباقره المبتكرين، الاشياء اللي لاول مره تتعمل، ودي بحث يكون لهم نقدرهم وفي نفس الوقت يقدروا يسافروا في اي مكان نم دوت ونشعب اسره، لانها بتتحمل عبء جدا عشان يوصل للمصر. ربنا يجعله سنوات والده، وان شاء الله يكون ابن مصر خيرين يتعاونوا ونبدا نعمل له مشروع في اقرب، بجانب قيمه وبجانب دراسه قضيه بخصوص المشروعات. ان شاء الله كل حاجه اسلام اللي تصل من بورسعيد هي الموضوع اللي هي يعني هو في الانتاج او للتوزيع، هنبلغ حضراتكم هو واي اخر. شكرا اعزائي المشاهدين، والى ان شاء الله شباب مصر لأمة بإذن الله تعالى ندعو لها بالخير أن تعدي على خير، نرى مجهود ثورة 25 يناير في أثر الناس وفي عقولنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لطارق. إن شاء الله هنستضيفه مرة أخرى وبيكون لنا لقاءات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله، الفتح نور حياة، الفتح الله، فتح المؤمنين، الحب البائسين، الله تسعى لمال المسلمين، الله. قناة الفتح. بلادي بلادي هواها في ماني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خيب يحب بلاده ولا في حليف